وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين. أما بعد، أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتحدث اليوم إن شاء الله جل جلاله عن مجال من مجالات الإحسان، وهو الإحسان إلى الجار الذي هو قربة لله تبارك وتعالى. يغفر الله تبارك وتعالى بها الخطايا، وبها ينال الإنسان المؤمن التفاضل بين عباد الله جل جلاله، وهو خلق يرضاه المولى تبارك وتعالى لعباده الصالحين، حينما قال: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. النهار السري والإخوة الأفاضل، أخير المفرد جفاذان الإحسان أريد الاسم نس الإحسان إلى الجار. أم كان يحسن بنذر الجار يتيدي جورا وكل يتعيشير وكل يتسيلير وكل يتمعون متاعب الحياة. سقسان سيدنا أبا بكر الصديق رضي ربي في الناس أشهد المعنى من الجار. يسأل يلحو الإنسان 40 نقذامير في الجهات الأربعة زويد علمي كامل الجيرانية، بمعنى أن يلحو الإنسان 20 متر 40 متر في اليمين في الشمال في اليسار في الخلف، أن يفهم الإنسان كراكي كان سيدي الزين وكل يتعيشير يوجبت في الناس رب العالمين تبارك وتعالى أن يحسن غرصان. يوجبت رب العالمين تبارك وتعالى أثد حذرا أثد حبا أتكسر الدل أبذل المذلة في النسل أثد عينا وأثد الصرار. دائما اسم الشياع النبي صلى الله عليه وسلم جعفر ابن أبي طالب أذي رضي بفلاس الحبشة اسمي في استساب لكم الحبشة في الخصال سيد امتاز الدين الإسلامي إنايس يراغب النبي صلى الله عليه وسلم الحسن الجيران النار. الناس بالمقولة المشهورة: كنا قوم أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار. من بين العادات الجاهلية سيدنا جعفر ابن أبي طالب الملك النجاشي ووارث الشيعة النبي صلى الله عليه وسلم، يحسب سيده العادات من الجهال من الجاهلية مرينين العباد وحسنا لنا جيران الإنسان، مرينين العباد عينا والعلاقات العالية أخذ الجار كيدي السمان وغز الغار ونسيء الجوار. شو سينا إليس فأمرنا بعبادة الله وحده، ومن بعد إنايس وصلة الأرحام وحسن الجوار. ليس مراغب دين النار أنا عبد ربي وحدس. كذلك والقطع الصلة بالأرحام يرثنا كثيرا من النار، كذلك الإحسان غير جيران النار. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: وخير الجيران خيره لجاره.
إن هذا المعنى العجز العالي غير تذكران العباد يوم القيامة الممات ذا العدل يسعى الإحسان غير جيران الناس ويجعل النبي صلى الله عليه وسلم الخصلة سيعفو رب العالمين تبارك وتعالى الذنوب من بني آدم ذا الإحسان إلى الجار ويتوصي النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين يتوصينا على الإيمان الحسن الجار السن أمدنا الصحابة يبادر وشرح النبي عليه الصلاة والسلام بالوصية أمسنا ملايين الجار نعم يسعى الحق أذي ورث الجار نعم يسيد الزين فالنبي صلى الله عليه وسلم أوجب على الجار حقوقا على جاره ذكر أهل العلم الحق الأول هو كف الأذى أن تكف أذاك عن جارك لا تؤذي جارك ولو في أن تمنع عليه الشمس والريح الإنسان حقا مزور هو يتسلس الجاري وتتساد الله ويتساد الإنسان الجارينس حتى ند أهل العلم بالبناء وإذا خالف العباد السالية الفنيات أديوي النية وخلال مع الجارينس وستيتاع الدائرة ثفاث وسيدي تاع الدائرة يطيش وسيدي تاع الدائرة الهواء ذايم النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم جاءه رجل قال له يا رسول الله إن لي جار سوء يسلمون النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قالوا أنا عندي واحد الجار الله يلطف بينا ما يخليني لا نرقد لا نخدم يأذيني يفشي الأسرار نتاعي قالوا صبرت له يا رسول الله صبرت له خلاص واش قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب واطرح متاعك في الطريق شنو الحكمة تاع النبي صلى الله عليه وسلم جاء واحد قال يا رسول الله أنا عندي الجار تاعي لطيف ما يخلي بنتي ما يخلي مرتي ما يخليني تروكين ما يخلي المال نتاعي دائما يأذيني يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم صبرت قالوا صبرت يا رسول الله خلاص ما بغاش يفهم روحه قالوا اذهب واطرح متاعك في الطريق قالوا روح جيب المتاع نتاعك خرج القش نتاعك اسكن في الطريق اسكن في التروطوار اسكن في الرصيف فخرج ذاك الجار خرج ومعه أهله فجعل الناس يسلمون عليه في الطريق ويقولون له وش هو السبب ما السبب في جعلك أنت وأهلك في طريق النار فقال له الجاري جاء عندي جار تاع السوق فبدأ الناس يلعنون ذاك الجار يلعنونه يدعون له بالشر فجاء مسرعا يطلب السماح من جاره متعهدا إياه بأنه ابتداء من هذا اليوم لا يسيء إليه نذكر قصة زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم يبتلي فيك يتوابتلى يسعى يرجع الناس يتجوز الزوجين وتصوتي وتسمى فلاس الراوي يسفو غيثني مفريد يس الحقير يسيريد يثيريس الناس يسكره حياتينو عوقا يا رسول الله يا رسول الله الناس النبي صلى الله عليه وسلم الصبر سواء الجاري هذا دين رب العالمين عز وجل الناس يا رسول الله اصبر هذا الناس الحياة كامل تروح الصبر ينس الناس يكون هذه القراع يتبغض الدلالي القاع يشهد الناس النبي صلى الله عليه وسلم ما يسهل اشرا الخضراء روح صفر داك القشيني الناس روح صفر داك القشيني روح الوريد استغفينا يتفوصي
وسلم يروح يبغي يدير القشيس، يبغي يدير الاهلي ناس، يبغي يدير راويس صدغن التروطوار الكوفرين الصباح يتصفى العباد وهمان يا فلان اشو كيوان اشو المراكبك يتسرو إن يساو دير الجراكي بس مصدارية سينغالية السفرية ويتجرى طرونكي يتعدى في الليل وغاد العباد سبعانت بمعنى دعوا ناس الشر، دعوا ناس أن يغضب رب العالمين عز وجل في الناس حاشا وإذا ناس يعمل أكيد يفكر بها يدويا أكيد شبنا ربي نعم يغلع في النبي السلام لغا سبعين ودعونا الشر يروح يوزلل جاء مسرعا إلى جاره يسد الجار الناس يتزال الناس سمحية الناس ظلمات حاشا غير عدال أكعاه رب السبيل سوان وما زال تأذوه إن الحق الأول هو كف الأذى ما تأذيش الجار تاعك لازم تعرف الجار تاعك عنده عليك حقوق مرتو كي مرتك بنتو كي بنتك وليدو كي وليدك دارو كي دارك هذا الجار تاعك النبي صلى الله عليه وسلم ربي في القرآن أوصانا بالجار والجار ذي القربى والجار الجنوبي والصاحب بالجنب وابن السبيل الجار اللي بيساعد لك الحق ضربي دي وصال والتساد ضرر والتعدي ضرر في الشرف إنس أتسحف ضل الراويس أتسحف ضل الممتلكات إنس وتفشي ضرر السرينس والتعدي ضرر في الناس لا سوال ولا استقيمه نعم يوكل الإنسان هذه النار تفاضل إقناع نصر رب العالمين. أما عن صور إيذاء الجار لأخيه الجار فحدث في هذا الزمان ولا حرج. عندنا الصور تاع إيذاء الجار، حنا إذا كان عندنا عرس ما نخليو الجيران، ما نخليوش الجيران تاعو ولو يستعفاو، يقول هذا خدام هذا مريض، كان عنده واحد العرس تلقاها الصيف كامل السمانة كامل يقلق الجار تاعو. لا كاين آداب، كاين قوانين الإنسان يحترمها، ستاسيونمون ولا تاع الجيران تاعك هذا عنده عليك حق. إذا أولا كف الأذى، ثانيا بدون إطالة، ثانيا محبة الخير لهذا الجار. الأمر بالسين أن يحب الإنسان المسلم لجاره المسلم ما يحبه لنفسه. الحق والسين في ثلاث الجارين أتحمل الجاري في الخير، أيضا تحمل مالي في الخير، أتحمل الجارين. كذلك الحق الثالث أن تساعد جارك الإنسان المسلم ماديا ومعنويا، وهذا ما بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: إن مرض عدته، وإن مات شيعته، وإن استقرضك أقرضته. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فيه 6 خصال. حق الجار على أخيه الجار بدا واش قال؟ قال: إن مرض عدته، إذا كان مريض تروح عنده ترفدو تسقسي عليه، وإن مات شيعته، ما يموت لصيغة الشيعة، أتمرض أتعمر الصبر، وإن استقرضك أقرضته، ما بدا أيضا مجد المساعدة إليك رضيين، أما ذي المال أما الحاجة دينار رضيين إلى قص يرضى الإنسان. وإذ الحق ثلاثة أن تساعد هذا الجار. كذلك الأمر الخطير أيها الإخوة الكرام هو أن تحافظ على سر جارك، أن لا تقوم بإفشاء أسرار هذا الجار. الحاجة تنديروث الحقيقة نديرو يبوعران أصحاب الله في السر الجاري إليك، وتهضر في الناس والسفورة السريينس، لا من الأهليس ولا الجليس ولا الميس ولا الماليس، عاد الإفشاء السرار تاع الجيران. هذا راه جار تاعك،
غرسها النبي صلى الله عليه وسلم في المسلم تجاه جاره المسلم كي تسود الألفة والمحبة والتعاون على طاعة الله تبارك وتعالى. جعلنا الله عز وجل وإياكم من الآمنين الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. عندنا رصة جمع التبرعات ينوضوا جماعة إن شاء الله نجمعوا للمسجد بوعدنان، قرية بوعدنان، بلدية بودران. إن شاء الله نجمع ما تيسر من المال يتدرس يبنوا الجامع بودران، تدرس بوعدنان على قمم جبال جرجرة. إن شاء الله كل واحد يساعد فيما استطاع، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني يا جماعة، عندنا بعض المرضى، بعض الوصايا. كاين مرضى، كاين واحد الطفل طاح، واحد يسجل مزير في الكوما، واحد الطفل مريض طاح من 3 ديال التجربة في الكوما. كاين مرضى إن شاء الله ندعو لهم بالشفاء، وندعو لهم إن شاء الله بالسجود. اللهم اشفيهم يا رب العالمين، اللهم ارحم الراحمين، اللهم عافهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل مرضهم طهورا إن شاء الله، اللهم اجعل مرضهم طهورا إن شاء الله. أسألك ربي الشفاء، هذه تسير ربي، هذه شفاء ربي إن شاء الله هنا ولا نسأل. أسألك جعل ربي الخوف الأمان إن شاء الله يا رب العالمين. أهدي سبيك ربي، أهدي شفاء ربي إن شاء الله عز وجل. ويشفر بجميع المرضى، هذا يرحم ربي جميع الموتى كاين اللي يراهم مرضى يسموا معانا الثاني، ربي يشفيهم، اللهم اشفيهم، اللهم عافيهم يا رب العالمين. كاين جماعه دائما يطلبوا الذريه، اللهم ارزقهم ذريه طيبه وصالحه يا رب العالمين انك سميع الدعاء. اللهم افتح عليهم باب الانجاب برحمتك يا رب العالمين يا ارحم الراحمين. كاين واحد الحاج ثاني دايما يعاوننا في الجامع هذا اللي هو الحاج عبد العزيز، ربي يعز ان شاء الله المال نتاعو والذريه نتاعو. اعطانا 20 مليون، زاد اعطانا 20 مليون، جابها البارح زادها باش نشريو له موكات، ان شاء الله نجيبو ليه موكات مليحه. صافي الحاج عبد العزيز هذيك اثيك ربي يسلم الخير، دايما يتعاون مع الجامع. نتا اليوم نبدا كل يستيقظ الشكوى في الجوامع كذلك الحاج حسن. ان شاء الله سندفعوا بغينا غير 20 مليون للجامعه اللي نعاوننا غير الراموكات، بس ندعو ان شاء الله. اللهم بارك لهم في مالهم، اللهم بارك لهم في ذريتهم، اللهم بارك لهم يا رب العالمين في صحتهم. اللهم يا فالق الحب والنوى ارزقهم يا ذا الجلال والاكرام، ارزق كل واحد منهم ما نوى. اللهم بلغ المقاصد واصلح المفاسد، اجعل ربي بارك المال نسال يا رب استنصر الدنيا نسال الحياه نسال، اجعل ربي البركه ولا الضمان الاسرار نسال، اكل الصلاه باسرار كرا يخدمان يبنى الجماعه يبنى في المساجد. سليك ربي ان شاء الله الخير والانتخاب، سليك ربي ان شاء الله البركه، سليك ربي الاجر، سليك ربي الحسنات، سليك ربي السيئات. أدعي ربي الحوائج على حسن المراد والنيات. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.